46 نقطة. والله زمان يا زمالك، نادي الزمالك يعمل فيه معجزة في عالم كرة القدم. الوضعية المادية الصعبة المعقدة، مشاكل عقود، شكيات فيفا، ولكن الزمالك يمرض ولا يموت. الزمالك أول دوري، الزمالك من أجل أول. ما تذكر الكرة في افريقيا على طول يجي في بالك الزمالك، تحب الزمالك، تكره الزمالك، تبغى الزمالك، ما تريد الزمالك، لكن الزمالك يجي في بالك على طول أنه من عمالقة القارة السمراء. الزمالك حكاية مجد وتاريخ، حكاية عراقة، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة الأفرو آسيوية للأندية بعد تتويجه بها مرتين، ويعتبر لذلك نادي القرن الأفرو الآسيوي. الزمالك مشاهدينا الكرام كذلك هو النادي الوحيد في العالم الحاصل على 7 بطولات في موسم واحد، موسم 2002-2003، متقدما على برشلونة الإسباني ب6 ألقاب في عام 2009. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا تولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا بساقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا. نحن نؤمن أن أسرة واحدة، عائلة واحدة. إذا ما توافقنيش في اللوعة والقلق والحسرة، الخيبة والفرح، النجاح والأمل والأحلام، لكن هي لحظة عندما تكلل فيها الجهود بالنجاح يغمرنا الشعور لا تصفه الكلمات. انتماء جماهير الزمالك لفريقهم هو نفس انتمائهم لعائلاتهم ولوطنهم. مشاعرهم فياضة أكثر من الكثير من جماهير أخرى في عالمنا العربي وفي أفريقيا. هناك علاقة خاصة جدا. الجمهور الزملكاوي الجميل لفترة طويلة رغم أن الزمالك كان يعاني في بعض الفترات لم يتركوا، بقوا في عشقه، في دعمه، في حبه، في حضوره، في مساندته في أصعب ظروفه، لأنهم يعرفون أن الزمالك حتى لو غاب الكبار يمرضون لا يموتون في عالم مستدير. جماهير نادي الزمالك دي قعدت صايمه 10 سنين ولا تفرق وتقف في المدرجات تسقف واللاعيبه تبقى ما يعلم بالله ربنا عندها حاله من حالات اللامبالاه، وهم اللي واقفين وراهم وفي ظهرهم. وكام لعيب مشي من نادي الزمالك، وكام لعيب ما كانش فايق وفوقوه، وكام لعيب وقفوا جنبه. جماهير نادي الزمالك هي رقم واحد طول عمرها. هو لا بنشجع نادينا يا حبيبي، ياخد الدوري بنشجعه، ما ياخدش بنشجعه، احنا بنحبه، مش حته مش بنشجعه عشان يكسب. من تحمل أزمات وأمور كثيرة، من تحمل أن يرى لاعبين في كفاح وقتال، من تحمل السفر، من تحمل طبعا الوفاة بالشهداء السابقين، من تحمل الترضية في أقل النتائج. الجمهور الراضي، الجمهور الراضي. هو لا تسأل مشجع الزمالك لماذا عشق نادي الزمالك ولماذا أحب نادي الزمالك. سواء يفوز الزمالك أو يهزم الزمالك، يخرج من بطولة يعود إلى بطولة، يبقى تشجيع الزمالك بالنسبة لجمهوره ثقافة قبل أن يكون عشقا. ولا تسأل الزملكاوي لماذا أحببت الزمالك، هي